السلام عليكم بنات. اليوم جيتكم فيديو جديد. راح نسوي مخلل، اسهل طريقة بالكون. نفور مي ونخلي له شوية ملح، نخلي الماء يغلي شوية، نرجع للخيار، نجيب الخيار نقص الاطراف ونغسله زين. بنات بعد ما غلى المي نضيف شوية خل على مود يصبغ لنا الخيار. هذا الخل اي خلاتكم. بعدين نضيف الخيار. من تضيفون الخيار شو تسوون؟ تطفون النار وتعوفونه شوية منقع، شوية ما تطول هواي، بس شوية بنات. بعد ما يصير بهذا الشكل نوخله من النار، نجي ثوم وكرفس نترمهن كلش زين بالحضار. بعدين نحشيهن بهاي الطريقة، نقصهن من النص ونحشيهن. هذا الملح وخل وليمون ومي وعلبة نخلي بيها المخلل. هاي العلبة بيها بالنهاية ثوم. بنات كملتن حشيتن كله وخليتن. أول بداية نخلي الخل، نخلي المي حسب كمية الخيار اللي عندكم. أما عن الخل خلوا ربع العلبة. بنات نضيف المي نضيف الملح. نخلي الملح نخلي بعدهم حسب الرغبة الملح، يعني جد ما تردون خلوه. من يصير بهاي الطريقة ان نطبقه كلش زين ونضمه مكان بارد. هنا نجي للمجمدة كلش هوسة، اجيب واضم كل شي ما اصفط. هسه قررت اصفطها وياكم بعد ما طلعتهن. وهذا كرفيس ولحم مثروم وهاي شغلات، صفطتهن بهاي الطريقة يا دوب، يعني هيك طلعن وياي. هاي الدلمة سويناها وياكم. هاي صدر دجاج. نسوي اللحم بهاي الطريقة حتى بساعة يموع. هذا كرفس جوا بوتيتا وبصل مثروم، وهذا شحم. هاي الكبة سويتها وياكم. بنات طلعت لحم مثروم، تأخر الوقت وما سويت عشاء، فقررت اسوي عشاء بسرعة. نثرم بصل ونثرم طماطة، نخلي اللحم شوية ينسلق، نخلي البصل النوبل، نخلي البصل نخلي ملح. انا ما صورت لكم بس نخلي ملح. بعد ما تصير بهاي الطريقة قصدي شكل نخلي الطماطة. هذا هيج شلون لحم بعجين. الحشوة نفسها بس كلش طيبة. نقص البصل والليمون والفلفل. وهاي بعد ما جاي نحمس خلينا الزيت. طبعا من حطينا الطماطم نخلي الزيت. بهاي الشكل صارت، وسهمكم العافية. راح اشارككم لقطات من الغسل. راح اغسل هاي المدات والموكيت. طبعا الموكيت يوم وين فرشته مدري يوم، المهم متدمر ورجعت غسلته. هاي هنا نسوي رغوة زينة، رغوة مال تايت وقاصر. بنات راح اجرف. طبعا هاي الطريقة ما تتصرف لي. ندب العودة ونجيب فرشة ونجرف بالايد احسن. اذا مو هيج ما ارتاح. نجلفها كلش زين، نسويها تلمع لمع. بعدين نغرقها ماي. النوبة بالماسحة نشفها. بعدين اشيلها هنا، اغسلها هم كلش زين، ونرجع على الباقي همين كذلك، وهمين نجلفها ونرجع. وهاي نفس الشي. حتى تعلمنا على هاي السوالف، كل يوم غسل شيني ولا يخلص التنظيف.
هنا نرجع الموكيت هم أغسله، كل ما أفرشه يوم الأول الثاني يتدمر. كملت الفرشات هنا كلهن، هذول الفراشين هم غسلتهن. نرجع البطانيات، نبلش بالضحية الأولى، يبقى عندنا نايمات، نخلي قاصر وزاهي قصد تايت، نخلي البطانية ونخليها تفتر. هذني بعد ما شريتن، هذني شريتن كلهن بعد ما نزل ميهن شريتهن. نرجع البطانية بعدها، نبلش بالضحية الثانية ونخليها تفتر. نبلش بالضحية الرابعة وهمين تفتر. وهاي الأخيرة خليها ونخلص. وهاي آخر شي خلي نكملها. طبعا هنا راح أخليها تفتر. نغسل الحاوية كرمون وسخة شفتها قد خلينا نغسلها بدارمي. هنا نجلفها نغسلها كل زين. نبغى نسبحها اسبح. هنا كملت نغسل غسالة بعد ما كملنا من يمها. هاي البطانية عفتها للصبح ينزل مايها لين ما قدرت انشفها بالنشاف. نجي نغسل الأرضية، نخلي قاصر وتايت ونجلفها حتى تصير تلمع لمع، ونجلفها بهاي الجلافة هيجي على السريع على السريع. بعد ما كملت طبعا خلص الفيديو. اتمنى يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم خلوا لايك واشتركوا بالقناة، ومع الف سلامة. باي باي.